فيديو اليوم عبارة عن دورة شرحنا فيها جميع المواد الداخلة في صناعة الصابون السائل ونسبتها للمنتج وجميع أسمائها في الدول العربية. تعالوا بقى دلوقتي نشوف المنتج اللي احنا عملناه داخل الدورة دي. دورة مجانية متصورة لكم بس. بسم الله ما شاء الله، حاجة روعة، حاجة ممتازة. دي لسه معمول، أول ما يقعد كام ساعة كده هتلاقي حاجة شفافة جدا 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 جدا. فبدل ما نطول عليكم كتير فيلا بينا على فيديو الدورة. دورة هتتمتعوا والله بيها، فيها شوية معلومات، وده طبعا بمناسبة عيد الأضحى، فقلت أعمل لكم هدية ممتازة كده بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين الكرام من مصر وجامعة الدول العربية. دمتم ودامت أيامكم بكل الخير والحب والسعادة. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه. معكم أخوكم أحمد الكومي، الأمل لتعليم صناعة المنظفات. احنا النهاردة حبايبي هنعمل دورة هنتكلم فيها عن صناعة الصابون السائل، هنتكلم فيها عن المواد الداخلة في صناعة الصابون السائل ونسبتها للمنتج، وكمان اسمائها الكثيره في السوق. يعني في ماده بيكون لها اكتر من اسم، هنقول كل الاسماء دي والاسماء العلميه، وهنعرفكم ازاي تدوبوا المواد دي. دوره مجانيه تماما، دوره ان شاء الله هتنال اعجابكم، حاجه كده لوجه الله تعالى. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركات. فيلا بينا نبدأ. طبعا الصابون السائل داخله اكتر من ماده، فاحنا هنتكلم عن ده كله، هنتكلم عن المواد كلها. هنتكلم عن اول حاجه التايلوس. التايلوس من الحاجات اللي بتعمل لزوجة للمنتج، بتعمل تقل للمنتج. التايلوس بيتحط اول حاجه. التايلوس هو عباره عن بودره شبيهه للدقيق تماما، واسمه العلمي ميثايل سليلوز، هيدروكسي ميثايل سليلوز. ده اسم التايلوس العلمي، هيدروكسي ميثايل سليلوز. التايلوز يا جماعة من الحاجات اللي بتمنع ترسب الأوساخ مرة تانية على الحاجة اللي انت بتغسلها. التايلوز نسبته للمنتج 3 جرام لكل لتر، 3 جرام لكل لتر. طبعا النسبة دي ممكن تقل لو المنتج منتج عالي الجودة جامد، فواخد خامات كتيرة زي السلفونيك وزي التكسابون، فهنا بنقل من التايلوز. ولكن لو هنعمل شغل شعبي بنوصل لكل كيلو من المنتج بنوصل له 3 جرام من التايلوز. التايلوز يا جماعة ليه طريقة في ذوبانه عشان ما يبص مننا ويبدأ يكلكع، فهنجيب حاجة ونوريكم ازاي التايلوز بيدوب معانا بكل سهولة وايه اللي بيخليه يبوظ معانا. وعشان حبايبي ندوب التايلوز معانا بكل سهولة، أفضل طريقة لإضافة التايلوز إن احنا هناخد التايلوز، احنا قلنا 3 جرام لكل لتر، احنا مش هنعمل يعني، احنا بنقول لكم بس طريقة الإذابة. التايلوز بيكون معانا بالشكل ده يا جماعة. بنبدأ نرشه، نبدأ نقلب الأول ونبدأ نرش، نقلب الأول ونرش، يكون التقليب شغال واحنا بنرش. هنلاقوا التايلوز داب معانا بكل سهولة. لازم يكون التقليب سريع عشان ما يكلكعش مننا. طب لو جبنا التايلوز بالشكل ده وبدأنا كبناه كده وتأخرنا عليه بالتقليب وقعدنا نقلب بالشكل ده، بفضل الله التايلوز بتاعنا يا جماعة بيدوب بكل سهولة. يعني عشان احنا عندنا حاجة نضيفة، لو استخدمت تايلوز تاني وبطأت في ذوبان التايلوز هيبدأ يكلكع معاك ويعمل كتل على المية، والكتل دي هتترمى ومش هتفيد المنتج بأي حاجة. فنخلي بالنا حبايبي ونبدأ نقلب التايلوز بشكل سريع جدا علشان يدوب معانا وما نخسرهوش. نيجي بقى يا حبايبي للصودا بتاعتنا. الصودا افضل وقت ليها انك تحطها بعد التايلوز مباشرة. الصودا بتاعتنا في منها نوعين، الصودا في منها نوعين، في منها السائلة اللي بتبقى شبيهة للمية ولكن كثافتها اعلى من المية. كثافتها اعلى من المية بمعنى ان وزنها لما مثلا ده بياخد مثلا لتر في العادي او كيلو، لو حطيت مليته للاخر لا ياخد كيلو وربع وكيلو ونص، بتبقى كثافتها التقل بتاعها بيبقى اتقل شوية من المية. بيجي برضو الصودا على شكل تاني اللي هي صودا قشور. الفرق ما بين الصودا القشور والصودا السائلة ان تركيز الصودا القشور ضعف تركيز الصودا السائلة. الصودا السائلة تركيزها حوالي 48%، والصودا القشور بتبقى تركيزها حوالي 98%.
طبعا في تركيزات اخرى من الصودا السائله احيانا بيجي تركيز 60% يعني، بس التركيز الشائع بيبقى 48%. طب ازاي دلوقتي نحسب نسب الصودا بالنسبة للمنتج؟ طبعا مفيش حاجة اسمها نحسب نسب الصودا بالنسبة للمنتج، ما بتتحسبش لوحدها. نسبة الصودا مرتبطة بنسبة السلفونيك. انت هتحط قد ايه سلفونيك، هتحط قصاده صودا، سواء قشور سواء صودا سايلة. طبعا لو هتحط مثلا الكيلو السلفونيك بياخد 360 جرام من الصودا السائلة و180 جرام من الصودا القشور. يعني لو هتحط كيلو سلفونيك هتحط له 360 من السائلة أو 180 جرام من القشور. بعد كده يا جماعة، وبعد الصودا ما عرفنا واسمها العلمي طبعا هيدروكسيد الصوديوم، بعد ما خلصنا الصودا تعالوا بقى على، هنيجي بعد كده حبايبي للسلفونيك. السلفونيك يا جماعة هو مادة سائلة شفافة، في منها نوعين، في منها الإلاب وفي منها العمرية. الإلاب اللي هو الشفاف، وفي العمليه اللي هو السلفونيك الغامق. انضف انواع السلفونيك طبعا السلفونيك الشفاف. ما انصحكش انك تستخدم السلفونيك الغامق خالص في المنتج، لانه ليه اضرار كتير، مش هتلاقي شفافيه، هتلاقي مشاكل كتيره في المنتج. فانضف حاجه هو السلفونيك الشفاف. شايفين يا جماعه الشفافيه، شايفين النقاء. احنا طبعا شغالين هنا في سلفونيك الامل، سلفونيك بيتصنع مخصوص لشركه الامل، حاجه روعه، حاجه ممتازه. طبعا السلفونيك برضو في عدة تركيزات، في سلفونيك تركيز 75، في تركيز 80، في تركيز 90%. طبعا كل ما تركيز السلفونيك بيزيد كل ما بيدي معاك اداء كويس جدا في المنتج، ولكن اللي موجود في السوق اكتر واللي عليه السحب هو ال 75 بالنسبه لارتفاع الاسعار وارتفاع الخامات، فكل النهارده شغال بال 75. طبعا السلفونيك يا جماعه من الحاجات الاساسيه، اللي هو اصلا سلفونيك وصودا بيعمل عمليه تصبن، فهنا اصلا سموا الصابون. طبعا السلفونيك مرتبط بالصودا، يعني السلفونيك هو مرتبط بالصودا. ازاي بنحسب بقى نسبه الصودا؟ طبعا كل كيلو من حمض السلفونيك لو تركيز 75% بياخد 360 جرام من الصودا السائلة و175 جرام من الصودا القشور، لا 180 جرام بالظبط من الصودا القشور. يبقى 360 جرام من الصودا السائلة و180 جرام من الصودا القشور، اللي هم نص كمية الصودا القشور، عفوا نص كمية الصودا السائلة. لو هتحط 360 جرام من الصودا السائلة هتحط نصهم اللي هم 180 جرام من الصودا القشور. سواء هتستخدم دي هتستخدم دي، الاتنين شغالين كويسين جدا. الصودا السائلة كويسة، الصودا القشور برضو كويسة في المنتج. طب ازاي دلوقتي بنحسب نسبة السلفونيك في المنتج؟ هنا بقى نيجي لنقطة مهمة جدا، وهي ان السلفونيك يا جماعة اللي بيزود تكلفة المنتج وبيقللها، يعني اللي بيخليك تعمل منتج شعبي وبيخليك تعمل منتج عالي. السلفونيك ملوش نسبة محددة. مثلا لو بتعمل مثلا نفترض 100 لتر، عاوز تحط لهم 2 كيلو من حمض السلفونيك عادي، عاوز تحط لهم 3 كيلو، عاوز تحط لهم 5 كيلو، عاوز تحط لهم 6 كيلو، عاوز تحط لهم لحد حتى 10 كيلو، مفيش ادنى مشكلة. اللي بيربطنا هنا التكلفة، بنحط خاماتنا ونحسب تكلفتنا، لقيناها انها مناسبة معانا خلاص بنكمل على كده، لقيناها ان احنا مش مناسبة معانا وان السعر قليل فبنزود من، فهنا بنزود سلفونيك. لو لقينا يا جماعة ان التكلفة مثلا معانا قليلة وعاوزين نزود جودة فبنزود معانا سلفونيك. يعني الموضوع في بكل بساطة، عاوز تستعمل حاجة شعبي بتقلل من حمض السلفونيك، عاوز تعمل حاجة عالية بتزود من حمض السلفونيك ايا كانت النسبة. فالنسبة ما تقلش عن مثلا هنفترض 2 كيلو ل 3 كيلو كل 100 لتر، يعني كل 100 لتر النسبة ما تقلش عن مثلا 2 كيلو كأقصى حاجة، الحاجة الشعبي المعدومة جدا 2 كيلو كل 100 لتر سلفونيك. نبدأ بقى نزود تكلفة، نبدأ بقى يعني التكلفة زادت معانا واحنا بنحسب التكاليف كده، نقلل نظبط بقى نفسنا بالتكلفة بكده. طيب بنحسب ازاي يا جماعة؟ برضو زي ما قلت احنا قلنا نسبة الصودا، احنا قلنا كل كيلو سلفونيك بيتعادل 360 جرام من الصودا السائلة و180 جرام من الصودا القشور. يبقى الصودا هنا هنزود سلفونيك هنزود صودا، هنقلل سلفونيك هنقلل صودا. يبقى هنضرب كمية السلفونيك في 360 لو هي سائلة و180 لو صودا قشور. الموضوع سهل لحد كده، الموضوع بسيط جدا.
طب ازاي هنا بندوب حمض السلفونيك؟ حمض السلفونيك يا جماعه بيدوب بسهوله. كل اللي احنا بنحطه النسبه بتاعتنا اللي احنا سيبناها بنحطها في المنتج ونبدا نقلبها. طبعا احنا شغالين هنا بدون اي نسب طبعا، احنا بس بنوريكم طرق الاذابه. بنفضل نقلب 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 لحد ما يدوب معانا يا جماعه. ملاحظين انه بيدوب تماما في الميه. ناخد راحته ونسيبه ياخد راحته حبايبي لحد ما يدوب تماما. وطبعا كده حبايبي السلفونيك داب معانا بكل سهولة. السلفونيك داب، مفيش اي حاجة باقية في المية بتاعتنا، داب تماما بقى هو والمية واحد. طيب احنا دوبنا السلفونيك، نيجي بقى لهنا لأهم نقطة بعد وضع السلفونيك، وهي ضبط البي اتش. حد يقول لي هي ضبط البي اتش مهم؟ هقول له حاجات أساسية مهمة وأساسية جدا لازم تعملها. فهنا لازم نظبط البي اتش عشان محدش يشتكي يقول لي ده بياكل في الايد بيعمل اسمرار. ده لو ما ظبطش البي اتش نسبة الصودا علت، نسبة السلفونيك علت، فهنا هيعمل مشاكل جامدة في الايد. ف دلوقتي يا جماعة هتظهر على الشاشة دلوقتي اهوت، ان اهو هتظهر عنوان، هتضغط عليه هيوصلك لفيديو يعرفك طريقة قياس البي اتش بكل تفاصيله، طريقة عملية وشرح عملي على 220 لتر. بعد ما ظبطنا البي اتش نرجع كده يا جماعه لنقطه مهمه عن حمض السلفونيك. حمض السلفونيك طبعا ليه اسماء كتير. حمض سلفونيك وده الاسم الاساسي، ليه اسماء برضو في جميع الدول العربيه زي زفتة او لبسه او القاي البنزين، دي كلها مسميات لحمض السلفونيك. بعد ما ظبطنا كده البي اتش بتاعنا وعرفنا كل تفاصيل السلفونيك، دلوقتي نيجي للتكسبون. التكسبون يا جماعه من الحاجات الجميله جدا اللي بتزود من رغوه المنتج. ماده غير اساسيه ولكن ماده من المحسنات اللي تعتبر اساسيه. هي الماده ممكن نستغنى عنها ولكن هي من المحسنات الاساسيه اللي بتدي فرق كتير في المنتج وتدي رغوه ممتازه للمنتج. وكمان من الحاجات اللي بتربط مع الملح. طبعا افضل طريقه لاذابه التكسبون عشان تدوبه بكل سهوله، بتجيب الكميه بتاعتك بتنقعها في ميه، بتنقعها في قد يعني لو معاك مثلا 50 جرام او معاك كيلو مثلا، نضرب في 4 أو 5 ميه. يعني مثلا لو معانا كيلو من التكسبون هنحط مثلا في 5، ولو زاد اكتر يبقى احسن. كل ما بتزود ميه كل ما يدوب معاك بكل سهوله. هنفرض مثلا الكيلو في 10 لتر ميه بره، ونحطه وننقعه ونقلبه كويس جدا ونسيبه لتاني يوم. هنلاقيه داب معانا بكل سهوله. يعني لو زودت ميه هيدوب معاك اسرع. يعني احنا الكيلو حطيناه في 10 لتر ميه وقلبناه وسيبناه لتاني يوم، بس كل فتره كده نديله تقليبه هيدوب معانا بكل سهوله. ونيجي حاطينه في المنتج ومقلبينه والموضوع خلاص خلص. طب ايه نسبه التكسبون بقى؟ التكسبون ده يا جماعه برضه مرتبط زي السلفونيك بالتكلفه. يعني ممكن تحط كيلو لل100 لتر، ممكن تحط 2 كيلو، ممكن تحط 5 كيلو. عاوز تحط اي كميه حطها عادي، بس ربطك هنا التكلفه. انت بتجيب ورقة او قلم في البداية، بتكتب تركيبتك، بتحط كذا سلفونيك. انت عرفت طبعا النسبة الاساسية من التايلوز والصودا بتتحسب ازاي. بتجيب ورقة وقلم بتكتب التايلوز بتاعك نسبته اللي احنا اتكلمنا عنها، بتكتب بقية المواد. السلفونيك تزود تنقص، التكسبون تزود تنقص، وتحسب احسب تكلفتك. التكلفة دي مناسبة معاك بتكمل على كده. التكلفة قليلة بتزود خامات، التكلفة قليلة بتزود خامات زي ما قلت لك، التكلفة عالية بتنزل من الخامات. كله بالورقة والقلم، بالورقة والقلم في البداية وبتحسب. طيب زي ما قلت لك التكسبون عاوز تحط كيلو على 100 لتر، 2 كيلو، 5 كيلو، انت بقى وراحتك وتكلفتك. اهم حاجة تكلفتك، انت هتبيع المنتج بكام. طيب خلصنا من التكسبون وعرفنا طريقة إذابه وعرفنا نسبته وعرفنا كل حاجة عنه. واسم التكسبون العلمي صوديوم لورايل سلفات. صوديوم لورايل سلفات. وطبعا احنا شغالين بتكسبون ان 70 اللي متواجد في السوق. تكسبون ان 70 ده تركيز ان 70.
نيجي بعد كده حبايبي للملح بتاعنا اللي بيتقل المنتج. الملح من الحاجات اللي بتقل المنتج في المنتجات الشعبي. طبعا بعض الشركات وكل الشركات الكبيره ما بتستخدمش ملح، بتستخدم كميه عاليه جدا من المواد الخام، فبتعمل معانا لزوجه. ولكن هنا في الشغل الشعبي محتاجين حاجه تعوض نقص الخامات، فبنعوض بالملح. الملح افضل انواعه هو ملح الطعام العادي الخشن خالص الذي لا يحتوي على يود. اليود من الحاجات اللي بتضعف الرغوه مع الوقت وبتبقى مضره جدا للمنتج. البعض بيشتغل بملح مغنيسيوم، ولكن انا بفضل الملح العادي، لان الملح المغنيسيوم يا جماعه فيه سلفات مغنيسيوم، فالمغنيسيوم احنا المفروض ما نستخدموش. احنا في بعض المنتجات بنحط يدتا في البدايه عشان نمنع املاح الكالسيوم واملاح المغنيسيوم، ما نرجعش تاني نحط املاح مغنيسيوم اللي هو ملح المغنيسيوم. فملح الطعام هو افضل حاجه وكمان ارخص حاجه بالنسبه للمنتج. طب ايه نسبة الملح يا حبايبي؟ نسبة الملح لكل 120 لتر بنحط، في فرق طبعا ما بين الصيف وما بين الشتاء. بنحط في الصيف يا جماعة لكل 120 لتر 2 كيلو من الملح، وكيلو ونص في الشتاء. احنا دي اعلى نسب ممكن نحطها للمنتج. ما نحطش اعلى من كده خالص، احنا المفروض نقلل. يعني لو المنتج واخد معاك نسب كويسة من المواد الخام، بتحاول على قد ما تقدر تاخد الملح بتاعك بتدوبه بره، وبتستخدم ملح اللزوجة فقط، والزوجة تكون وسط. حاول تقلل من الملح يا حبايبي. الملح بنجيب حاجة فيها مية، يعني حوالي 4 أضعاف الكمية بتاع الملح مية مثلا، وبنحط كده. طبعا احنا بنحسبش نسب، احنا بس بنوريكم الطريقة وبنقول لكم النسب عملي. بنحط الملح كده بالمنظر ده وبنقلب. بعد كده بنجيب المنتج وبعد حبايبي ما دوبنا الملح هنبدأ نحطه مع التقليب السريع. نحطه ونقلب. نحاول ما نحطش كمية الملح بحالها يا جماعة، مش حاطين كمية الملح بحالها. ونقلب. نلاحظ يا جماعة ان احنا لو ما قلبناش بسرعة بيعمل كتل بيضة كده في المنتج وبيكون شكله مش كويس. ولو زاد الملح معانا على النسب اللي احنا قلنا عليها بيبدأ يحل تماما يا جماعة، فنخلي بالنا من نقطة زي دي. بعد ما دوبنا الملح بتاعنا، طبعا احنا قبل ما بنحط الملح يا جماعه بنحط تكسبون. احنا قلنا نسب التكسبون وقلنا طريقه وضعه، بس احنا ما حطيناش هنا عشان ما دوبناش وقت هياخد وقت معانا، لكن احنا قلنا طريقه وضع التكسبون وطريقه اذابته. بعد كده بنحط اي محسن بتاعنا، مثلا بي بي 4، يعني من جرام ل 2 جرام في اللتر. جرام كويس جدا، يعني كل 100 يعني لا مش عفوا يا جماعه، نحط من 10 ل 20 جرام للتر. من 10 ل 20 جرام مش جرام، عفوا، من 10 ل 20 جرام. يعني ال 100 لتر بياخدوا يا كيلو يا 2 كيلو، وهو كيلو من 100 لتر ممتاز جدا، ودي افضل نسبه. يعني هي كيلو لكل 100 لتر ممتاز جدا جدا. طبعا بنحط المحسن بتاعنا وبنحط نسبته اللي احنا حاسبينها وبنقلبه كويس جدا. طبعا عاوز تحطه بعد الملح مفيش مشكله، عاوز تحطه ورق التكسبون مباشره ويكون افضل، يعني يكون افضل ليه انك تحطه بعد التكسبون، عشان هو بيتفاعل مع الرغوه فبيديني رغوه ممتازه. طبعا يا حبايبي بالنسبه للبي بي 4 هو بيرفع الرغوه من اي منتج فيه رغوه، لكن لو منتج معدوم مفيهوش رغوه انصحك تحط تكسبون، ما تحطش بي بي 4. بعد كده حبايبي بنحط الفورمالين بتاعنا. لو كل لتر هياخد 2 جرام من الفورمالين. طبعا الفورمالين هيحفظ المنتج لفترات كبيرة. بعد ما بنحط الفورمالين شبيه المية، بنحطه وبندوبه، مش مستاهل ان احنا نعمله عملي. بنصبر يوم لو حطينا الفورمالين، وتاني يوم نحط الريحة بتاعتنا. معاك الريحة لكل 100 لتر، لو هتحط مثلا 100 جرام، عاوز تخليهم 200 مفيش ادنى مشكلة. الريحة بقى على حسب الرغبة، يعني زود ريحة قلل ريحة انت بقى وراحتك. ولكن هنا هستخدم ريحة كويسة، لان في بعض انواع الروايح بتفصل المنتج مع الوقت. عاوز تستخدم اي ريحة جديدة، بتبدأ تجيب لتر من المنتج وتعمل تجربة بسيطة، بتحط عليها وتقلب تشوف هل هتعمل حاجة في المنتج ولا لا. ولكن لو ريحة مستخدمها بقالك فترة خلاص مش محتاج انك تعملها اي اختبار.
طبعا الالوان على حسب الرغبه، يعني هنجيب اللون. وبالنسبه للون يا جماعه، لكل مثلا 100 لتر 10 جرام بس من اللون الاصفر. لو هتعمل لون بريل، بتاخد 10 جرام من لون البريل عليهم مثلا 30 جرام من اللون الازرق، بيديك لون بريل بالظبط. ده لكل 120 لتر. طبعا احنا هنا نعمل لون اصفر، فهنحط شويه لون وهنقلبهم. طب ولو عايزين نخليه نحوله لبريل، هنجيب شويه لون ازرق. هنجيب طبعا اللون الازرق يا جماعه، احنا مدوبينه خارجي، بنضيفه على المنتج وبنقلبه. طبعا يا جماعه اللون الازرق زاد مننا جامد، فهيقلب اللون، هيغمقه جدا يعني. كده هيديني لون بريل. شايفين هو زاد سنه، فاحنا ممكن نحط سنه اصفر كمان عشان خاطر نفتحه شويه. تعالوا دلوقتي يا حبايبي نشوف المنتج اللي احنا عملناه. طبعا احنا كده خلصنا النهارده. طبعا اتكلمنا عن كل حاجه في المنتج بتاعنا. في حاجه بسيطه بس نسيناها. في البعض بيعالج المنتج بتاعه في البدايه في الميه بإيديتا. دلوقتي المفروض قبل ما نحط إيديتا نحسب نسبه الاملاح بتاعتنا. لو تحت 300 بنحط لكل، يعني تحت 300 بتبقى كويسه، لكن لو زادت عن 300 بنحط لكل لتر مثلا جرام او نص جرام كفايه، بس عشان ايه؟ بيبدا ينزل لي نسبه الاملاح. يعني هي لو عاليه عن 300 جامد نخليه جرام، يعني فوق ال 300 بحاجه بسيطه نخليه نص جرام بس لكل لتر. تعالوا دلوقتي نشوف المنتج بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. هو اللون يا جماعه زاد شويه، ولكن المنتج بتاعنا بسم الله ما شاء الله هو قريب جدا من لون بريل. طبعا لما يقعد شوية هيشف معانا ويبقى منتج شفاف جدا جدا جدا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هو دلوقتي شفاف، ولكن لما يقعد هيشف اكتر واكتر واكتر. شايفين يا جماعة الطرز اللي احنا رميناه مرة واحدة كلكع معانا ازاي؟ اللي احنا رميناه وقلنا ده داب، لا، اللي احنا رميناه وما دوبناهوش بسرعة بدأ يعمل كتل زي ما انتم شايفين. بص، شوف الكتل ديت، هتلاقي كتل بيضة لو مش باينه لك، انا هي باينه لي من هنا. ده اللي احنا قلنا لو رشيناه بالطريقة دي هيكلكع معاك ويعمل كتل بيضة، كتل شفافة ما هيش باينة، ويا ريت تكون باينة ليكم. كده يبقى الدورة بتاعتنا انتهت. لو عجبك الفيديو اعمل اعجاب بالفيديو واشترك بالقناة وفعل الجرس. وعيد سعيد علينا وعليكم، عيد اضحى مبارك. واهم حاجة ادعوا لوالدي بالرحمة والمغفرة، ومتنسوناش من صالح دعاكم، لان احنا بنعمل ده كله علشان صالح دعاكم. فشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.